أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم أيها المؤمنون. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلما مضى من شهر رمضان شطره دخل المسجد يوما فصلى ركعتين، ثم صعد المنبر وخطب خطبة حسناء أكثر فيها من الحمد والثناء، ثم التفت إلى ولده الإمام الحسن وقال له: يا أبا محمد، كم بقي من شهرنا هذا؟ فقال الحسن عليه السلام: 13 يوما يا أمير المؤمنين. ثم التفت إلى ولده الحسين وقال: يا أبا عبد الله، كم مضى من شهرنا هذا؟ فقال الحسين عليه السلام: 17 ليلة يا أمير المؤمنين. فضرب على لحيته وهي يومئذ بيضاء، فقال: الله أكبر الله أكبر، ليخضبها بدمها إذ انبعث أشقاها. ثم قال عليه السلام: قلما أصحبكم؟ قالت أم كلثوم: لما سمعت ذلك من أبي قلت له: وكيف ذلك يا أبتاه؟ فقال عليه السلام: رأيت البارحة رسول الله في منامي وهو يمسح الغبار عن وجهي ويقول: يا علي، لا عليك وقد قضيت ما عليك. وما زال ابن ملجم يتربص به الغفلة وينتهز به الفرص ويصلح سيفه ويكرره صقله ويسقيه. فدخل يوما بيته فأخذته الملعونة قطام وأخرجته من جفنة تنظر إليه وإلى حسن صقله، فقالت: إني أريد أن أسقيه سما نقيعا عندي. فقال ابن ملجم: إنه لا حاجة له في السم، وهو لو وقع على حجر لبرأه شطرين. فقالت: لا بد له من السم، لأن عليا ليس كمن لاقيت من الشجعان. فما زالت تصفه وتعظمه في عينيه بكلام يغيظه ليجهد نفسه في قتله، فأخذه بعدما عملت فيه ما شاءت من السم وخرج إلى السوق، ومر على أمير المؤمنين عليه السلام وهو عند ميثم التمار، فسلم عليه بخشوع النفاق وخضوع الملاق، فجعل أمير المؤمنين يطيل النظر إليه ويرسل الفكر فيما عزم عليه. فقال: يا ميثم، هذا قاتلي لا محالة. فقال: ومتى يكون ذلك يا سيدي؟ فقال عليه السلام: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وإذا نزل القضاء فلا مرد له، وكفى بالأجل حارسا. ثم استرجع وحولق وذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الراوي: وانصرف الملعون، فبقي شبيب بن بحرة التميمي، فقال له: هل لك المعونة على قتل علي بن أبي طالب لنحوز من الله الثواب؟ فقال له شبيب: ويلك وأنى لك بذلك؟ فقال: نكمن له في بعض صلاته ونضربه ضربة رجل واحد، فإن نحن قتلنا شفينا غل صدورنا منه،
وإن كانت الأخرى كنا كمن مضى من قبلنا من أهل الخير والصلاح. فقال له: قد عرفت بلاءه في الإسلام وسابقته مع ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما أجد نفسي تجيبني إلى ذلك أبدا. فما زال به حتى أجابه. قال: فأخبر قطام بذلك، فبعثت إلى بعض أقاربها فدعته إلى مساعدة بن ملجم، فغدوا جميعا إلى الأشعث بن قيس وأبدوا إليه ما في نفوسهم من العزيمة على قتل أمير المؤمنين، فواطأهم على ذلك. فلما كانت الليلة 19 من شهر رمضان أتى أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن صلى المغرب وما شاء من النفل ليفطر، وكان سلام الله عليه يتفطر ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند عبد الله بن جعفر، ولا يزيد على 3 لقم. وكان يقول: أرجو أن ألقى الله وأنا خميس البطن. فقدمت إليه ابنته أم كلثوم قرصين من شعير وقصعا فيها لبن وجريش ملح. فقال لها عليه السلام: قدمت إلي إدامين في طبق واحد، وقد علمت أني متبع ما كان يصنع ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما قدم إليه إدامان على طبق واحد حتى قبضه الله إليه مكرما. ارفعي أحدهما فإن من طاب مطعمه ومشربه طال وقوفه بين يدي الله يوم القيامة، ثم أكل قليلا وحمد الله كثيرا وأخذ في الصلاة والدعاء إلى أن غفت عيناه، فاستيقظ وقال: رأيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فشكوت إليه ما أنا فيه من التبلد بهذه الأمة، فقال: ادعوا عليهم فإن الله تعالى لا يرد دعاءك. فقلت: اللهم أبدلني بهم خيرا وأبدلهم بي شرا. ثم إنه عليه السلام أسبغ الوضوء وأخذه الفكر مما لحقه من التعب في طلب إصلاح هذه الأمة وما قصدوه به من الأذية. قال إسماعيل بن عبد الله الضلعي: بت قريبا من الحيرة، فلما جنني الليل وإذا أنا برجل قد أقبل فاستتر برابية ثم وضع قدميه فأطال في المناجاة، وكان فيما قال: اللهم إني سرت فيهم بما أمرني رسولك وصفيك المرسل فظلموني، وقاتلت المنافقين كما أمرني فجهلوني، وقد مللتهم وملوني وبغضتهم وبغضوني، فلم يبق لي خلا أنتظرها إلا المرادي. اللهم فعجل له الشقاء وتغمدني بالسعادة، إنه قد وعدني نبيك إذا سألتك اللهم وقد رغبت إليك في ذلك. ثم مضى فقفوت خلفه حتى دخل منزله فإذا هو علي بن أبي طالب عليه السلام. ولما أخذ مضجعه بعد أن صلى العشاء رأى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول له: يا أبا الحسن إني إليك مشتاق وإن الله سيلحقك بنا عن قريب.
وعند الله خير وأبقى. ثم إنه انتبه سلام الله عليه وجمع أولاده وأهل بيته وعشيرته فأخبرهم ونعاهم نفسه، فأخذوا في البكاء والنحيب فنهاهم عن ذلك، وجعل يوصيهم بفعل الخير واجتناب السوء. ثم تفرقوا واشتغل بالصلاة والدعاء والتلاوة، ثم يخرجوا تارة إلى خارج الدار ينظروا في الكواكب والعلامات لما أخذه من القلق والأرق، ويكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لي في الموت وما بعد الموت، اللهم بارك لي يوم ألقاك، والله ما كذبت ولا كذبت، إنها الليلة التي وعدت فيها. ثم نعس قليلا واستيقظ وأسبغ الوضوء ونزل، وكان في الدار وز أهدي للحسن والحسين، فلما صار في صحن الدار تصارخن في وجهه فقال لا إله إلا الله، صوائح تتبعها نوائح من نسوة صوارخ. فسمع ذلك الإمام الحسن عليه السلام فقال وما ذاك يا أبتاه؟ قال يا بني إن قلبي يحدثني أني مقتول لا محالة. فقال لابنته أم كلثوم بحقي عليك إلا ما أطلقت هذا الوز، يأكل من حشائش البر ولا تحبسي من لا لسان له ولا يقدر على الكلام، وأطعميه وخلي سبيله. ثم مد يده إلى الباب ليفتحه فانحل مئزره فشده شدا وثيقا، وقال اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك، ولا تغتر بالدهر وإن كان يؤاتيك، فكم رفع أقواما وقد كانوا صعاليك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. قالت أم كلثوم كنت أمشي خلف أبي فلما سمعت ذلك منه قلت وغوثاه يا أبتاه ما لي أراك يا قرة عيني تنعى نفسك؟ فأخذت في البكاء فوقف عندي وجعل يعزيني على نفسه وهو يبكي. ثم خرج فأعلمت أخواي الحسن والحسين وقلت لهما إن أبانا قد تنكر حاله في هذه الليلة، فأخبرتهما بما جرى فأدركا. فقال له الإمام الحسن ما لك يا أبتا خرجت في هذه الساعة؟ فقال عليه السلام لأجل رؤيا أفزعتني. فقال الإمام الحسن وما هي يا أبتاه؟ فقال رأيت كأن أخي جبرائيل نزل من السماء على جبل أبي قبيس فتناول منه حجرين ومضى بهما إلى مكة فضربا بأحدهما الآخر فصارا رمادا فذراهما في الهواء، فلم يبقى بمكة ولا بالمدينة ولا بلد من بلاد الإسلام إلا ودخله من ذلك الرماد شيئا. فقال الإمام الحسن وما تأويل ذلك يا سيدي؟ فقال يا بني إن صدقت رؤيا أباك فإنه مقتول، ولم يبقى بيت من بيوت الإسلام إلا دخله من ذلك هم وحزن. فقال الإمام الحسن عليه السلام ومتى يكون ذلك يا أبتاه؟ فقال إن الله تفرد ب5 أشياء لم يطلع عليها نبي ولا وصي نبي،
وهو قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال: فأردنا أن نصحبه إلى مصلاه فأبى وقال: بحقي عليكما إلا ما رجعتما إلى منزلكما. قال: فأتينا البيت وإذا بأختي أم كلثوم خلف الباب فجلسنا معها نبكي وقد مضى وحده. قال عبد الله بن محمد الأزدي: كنت أصلي في المسجد الأعظم وهي تلك الليلة 19 من شهر رمضان مع رجال من أهل مصر كانوا يصلون ذلك الشهر من أوله إلى آخره، إذ نظرت إلى رجل قريب من السدة فأقبل أمير المؤمنين عليه السلام وهو ينادي: الصلاة يرحمكم الله. قال حجر بن عدي: وسمعت الأشعث بن قيس يقول: النجاة لحاجتك فقد فضحك الصبح. فعلمت ما أراد وخرجت لأخبر أمير المؤمنين عليه السلام فإذا هو خرج وسبقني إلى الجامع. قال عبد الله الأزدي: فما رأيت إلا بريق السيوف وقائلا يقول: الحكم لله لا لك ولا لأصحابك يا علي. وشد عليه شبيب وضربه فأخطأه، وشد عليه ابن ملجم فضربه على مفرق رأسه فشقه نصفين فخر يخور في دمه وهو يقول: فزت ورب الكعبة. قال عبد الله الأزدي: وهرب الثالث الذي كان معهما. وسمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا يفوتنكم الرجل. ولزم رأسه الشريف بيده وهو يقول: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. وغشي عليه من انبعاث الدم على لحيته ووجهه، وقد صبغ جميع أثوابه وبدنه حتى احمرت الأرض. وسمع الناس نعي الأمين جبرائيل يقول: تهدمت أركان الهدى وانفصمت أعلام التقى وانطمست أعلام التقى وانفصمت العروة الوثقى. قتل والله علي المرتضى، قتل الوصي المجتبى، قتل خاتم الأوصياء، قتله أشقى الأشقياء. فقامت أم كلثوم لاطمة خدها صارخة: وأبتاه وعلياه وإماماه وأماه وفاطمة. فأخذت الناس الدهشة وهم لا يعلمون وإلى أين يذهبون، حتى أحاطوا به عليه السلام واختلط الناس واختلط النساء بالرجال، وهبت ريح سوداء مظلمة والملائكة تنعاه في السماء. وأقبل الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وبقية أولاده فوجدوه مشقوق الرأس وقد علته الصفرة من انبعاث الدم وشدة السم، والناس من حوله في النياحة والعويل والبكاء المحرق للأكباد. فأخذ الإمام الحسن رأسه ووضعه في حجره فأفاق وقال: هذا ما وعده الله،
هذا ما وعد الله ورسوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم نظر إلى أولاده فرآهم تكاد أنفسهم تزهق من النوح والبكاء، فجرت دموعه على خديه ممزوجة بدمه. قال أمير المؤمنين عليه السلام: أتبكي يا علي؟ أبكيا كثيرا واضحكا قليلا. أما أنت يا أبا محمد ستقتل مسموما مظلوما مضطهدا، وأما أنت يا أبا عبد الله فشهيد هذه الأمة، وسوف تذبح ذبح الشاة من قفاك، وترد أعضائك بحوافر الخيول، ويطاف برأسك في مماليك بني أمية، وحريم رسول الله تسبى، وإن لي ولهم موقفا يوم القيامة. فقال الإمام الحسن: من فعل بك هذا الفعل يا مولاي؟ فقال: فعله ابن ملجم المرادي، وسوف يطلع عليكم الساعة من هذا الباب. وأشار بيده إلى باب كندة على يد رجل محب لنا أهل البيت، فاشتغل الناس بالنظر إلى باب كندة وقد غص بهم الجامع، وهم بين باك وباكية. فبينما هم كذلك وإذا هم برجال قد دخلوا بابن ملجم اللعين مكشوف الرأس، وحذيفة يذود الناس عنه، وكل منهم يريد يبرد غلة صدره، وأنى لهم الشفاء بعد قتل سيد الأوصياء. وكيف يبرد منهم الغليل وقد فقد من اختز له عرش الجليل. ولكنما الأمر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولما حمل عليه السلام من مصلاه والناس من حوله قد أشرفوا على الهلكة من شدة البكاء والنحيب، وبلغوا به منزله ومعهم ابن ملجم موثوقا، وأقبلت فضة أمة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام وبيدها حربة، فقالت: أموالي ذروني أضرب عدو الله بهذه الحربة فأشفي بعض جوى صدري، فقد أحرق فؤادي وأقلق رقادي وهيج حزني وأوهى ركني وأجرى دمعي وهتك ستري واجتث أصلي وفخري وانقضت عليه كالشهاب. قال محمد بن الحنفية: لما طرحنا أبي أمير المؤمنين على فراشه أقبلت أم كلثوم والحوراء زينب وهم ينذبانه ويقولان: أب من للصغير حتى يكبر، ومن للكبير بين الملا، يا أبتا حزننا عليك طويل وعبرتنا لا تبرح ولا ترقى. قال: فضج الناس من وراء الحجرة بالبكاء والنحيب، وفاضت دموع أمير المؤمنين عليه السلام على خديه وهو يقلب طرفه وينظر إلى أهل بيته. قال الأصبغ بن نباتة: غدونا على أمير المؤمنين عليه السلام ونحن نفر من أصحابه، فسمعنا البكاء في منزله، فبكيت حتى ارتفع صوتي بالبكاء. فخرج الإمام الحسن وقال لهم: ألم أقل لكم انصرفوا؟ فقلت: لا والله يا ابن رسول الله، لا تتابعني نفسي ولا تحملني رجلاي أن أنصرف ولم أر سيدي ومولاي. وبكيت. ودخل الإمام الحسن فلم يلبث أن خرج إلي فأدخلني معه،
فوجدته معصب الراس بعمامة صفراء، فلم أشعر أن وجهه أشد صفرا من العمامة، أو العمامة أشد صفرة منه. فنظرته وأنا أبكي فقال لي: لا تبكي يا أصبغ، إنها والله الجنة. فقلت: جعلت فداك يا سيدي، إنما لفقدي إياك. ثم دعا بابنيه الحسن والحسين وفتح يده وضمهما إلى صدره، وعيناه تهملان دموعا، ثم أغمي عليه ساعة طويلة. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما غلب عليه الساري السم في بدنه، فأتي له بقدح فيه لبن وعسل، فشرب منه قليلا وقال: احملوه إلى أسيركم، بحقي عليكم طيبوا طعامه وشرابه. فقال: إنه قد أفجعنا فيك. فقال أمير المؤمنين: إنا أهل بيت لا نزداد على كثرة الإساءة لنا إلا إحسانا. قال حبيب بن عمر: دخلت على أمير المؤمنين فحل لي عن جراحاته، فقلت: يا أمير المؤمنين، ما جرحك هذا بشيء وما عليك من بأس؟ فقال عليه السلام: إني مفارقكم. فبكيت وبكت أم كلثوم، فقال لها: يا بني، لو ترين ما يرى أبوك ما بكيت. فقلت: ما ترى يا أمير المؤمنين؟ فقال: أرى يا حبيبتي ملائكة السماء وملائكة الأرض صفوفا بعضهم في إثر بعض يتلقوني، وأخي رسول الله جالس عندي يقول: فإن أمامك خير لك. قيل: وحضر عروة السلولي، وكان أعرف أهل زمانه بالطب، فذبح شاة وأخرج من إريتها عرقا، فأدخله في جراحاته ثم أخرجه، وإذا عليه بياض الدماغ. فقال الطبيب بعد أن استعبر وبكى: اعهد عهدك يا أمير المؤمنين، فإن الضربة قد وصلت إلى الدماغ. قال محمد بن الحنفية: فبينما نحن ليلة 20 من شهر رمضان عند أبي أمير المؤمنين، وقد سرى السم في جميع بدنه الشريف، وكان تلك الليلة يصلي من جلوس، وهو يعزينا على نفسه ويوصينا بما هو أهله من أفعال الخير واجتناب الشرور، ويكثر من ذكر الله تعالى وقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلما أصبحنا أقبل الناس يعودون ويسلمون عليه، فيرد عليهم وهو يقول: سلوني قبل أن تفقدوني. قال الإمام الحسن: فقلت: سلوه قبل أن تفقدوه، وخففوا سؤالكم عنه. فما زالوا يسألونه عما يريدون، وهو عليه السلام يجيبهم ويعلمهم كثيرا من الأحكام، ويبين لهم من مسائل أصول الدين والإسلام، ويوعظهم بما يزجرهم من ارتكاب الآثام. قال: وكان ابن عباس حاضرا عنده. قال: وفي نفسي أن أسأله عن 70 مسألة، وأنا مشفق عليه لما أرى ما به، فما شعرت به إلا وقد قال لي: يا ابن العم، عندك مسائل تريد أن تسألني عنها؟
قلت نعم، فاحتوى على ما في نفسي وشرح لي عن كل مسألة مسألة، ثم قال اثنوا لي الوسادة فثنيت له، ثم قال الحمد لله قدره متبعين أمره كما أحب، ولا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد كما انتسب. أيها الناس، كل امرئ لاق في قراره، يطرق الأجل مساق النفس إليه، والهرب منه موافاته كلما اضطردت الأيام. أبحث عن مكنون هذا الأمر فأبى الله عز ذكره إلا إخفاه. هيهات علم مكنون. أما وصيتي فألا تشركوا بالله جل ثناؤه شيئا، ومحمد فلا تضيعوا سنته، وأقيموا هذين العمودين، وأوقدوا هذين المصباحين، وخلا لكم ذم ما لم تجهدوا، وحمل كل امرئ منكم مجهوده، وخفف عن الجهل رب رحيم، وإمام عليم ودين قويم. أنا بالأمس صاحبكم، واليوم عبرة لكم، وغدا مفارقكم إن ثبتت الوطأة في هذه المنزلة، فذاك المراد. وإن يضحض القدم فإنا كنا أوفياء وأغصان، وذري رياح، وتحت ظل غمامة اضمحل في الجو متلقفها، وعفا في الأرض مخطوها. وإنما كنت جارا جاوركم بدني أياما، وستعقبون مني جثة خلا ساكنة وكاظمة بعد نطق، ليعطفكم هدوي وخفوت صوتي وسكون أطرافي. أوعظ لكم من الناطق البليغ، ودعتكم وداع مرصد للتلاق. غدا ترون أيامي ويكشف الله عن سرائري، وتعرفوني بعد خلو مكاني وقيام غيري مقامي. فإن أبقى فأنا ولي دمي، وإن أفنى فالفناء ميعادي. العفو لي قربى ولكم حسنة، فاعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فيا لها حسرة على كل ذي غفلة، وإن يكن عمره عليه حجة أو تؤديه إلى النار شقوة. جعلنا الله وإياكم مما لا تقتصروا به عن طاعة الله رغبة، أو تحل به بعد الموت نقمة، فإنما نحن له وبه. ثم أقبل علينا يوصينا وقال يا حسن، ضربة مكان ضربة ولا تأثم. وجاء جماعة من اليهود واستأذنوا عليه في تلك الساعة، فأذن لهم فدخلوا عليه وأسلموا على يديه، وأخبرهم عن كثير من الأحكام. ثم سئلوا عن سبب إسلامهم، قالوا نعم رأينا الساعة، المياه قد تكدرت، والجو قد سكن، والهواء قد سكن، والجو قد اسود، والبهائم قد صفت آذانها، والسحاب قد أقبل على داره، والطير قد رفرف على بيته، فعلمنا أنه وصي نبي، وذلك مكتوب في التوراة. ثم قال عليه السلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اختاره لعلمه وارتضاه لخلقه، وإن الله باعث من في القبور وسائل الناس من أعمالهم عالما بما في الصدور. أوصيك يا حسن وبك وصيا، أوصيك يا حسن وكفى بك وصيا بما أوصاني به جدك رسول الله. فإذا كان ذلك يا بني فالزم بيتك وابكي على خطيئتك، ولا تكن الدنيا أكبر همك،
وأوصيك بالصلاة عند وقتها، والزكاة عند محلها، والصمت عند الشبهة والاقتصاد، في العطاء والعدل في الرضا والغضب، وحسن الجوار، وإكرام الضيف، ورحمة المجهود، وحب المساكين ومجالستهم، والتواضع لهم، فإنه من أفضل العبادات، وقصر الأمل وذكر الموت، والزهد في الدنيا، فإنك رهين موت وغرض بلاء وطريح سقم. وأوصيك يا بني بخشية الله في سرك وعلانيتك، وإياك ومواطن التهمة والمجلس المضمون به السوء، فإن قرين السوء في جليسه. وكن لله يا بني ذاكرا، ولنعمائه شاكرا، وللبلاء صابرا، وعن المنكر ناهيا، وبالمعروف آمرا، ودار الفاسق لدينك، وابغضه بقلبك، وزائله بأعمالك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.